تخيل معايا كده عيل فسفس صغير ساموراي كان عايش في الغابة، وأبوه كانت قفشت معاه إن هو يسفره للمدينة. ولما ولدنا بيروح على المدينة بيلاقي عيل متنمر أجرع اسمه إنيمارو، فولدنا طبعا علشان سفاح بنشوف إن هو بيحط عليه، فالعيل الأجرع بيروح يعمل عقد مع الشياطين وبيرجع علشان يحط على ولدنا. فيا ترى إيه اللي هيحصل في الحكاية دي؟ ويلا بينا نبدأ سرد الحكاية. وبيبتدي الانمي بتاعنا وبنشوف ولدنا الصغنون اللي بيكون اسمه يايبا بيكون عمال يلعب في الغابة، وبنعرف ان ده اصلا من التدريبات بتاعته. ولما ولدنا بنشوف ان هو بيكون عمال يسأل ابوه عن سبب النط بتاعه اللي قاعد بينطه ده. ابوه بيقول له ان انت لازم تكمل نط يالا، وانت هتعرف تمن تدريبات دي بعدين. بس بنشوف مرة واحدة ان في قرد ضخم بيكون ظاهر وراه، بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيكون حاسس ان في حاجة جاية وراه، وبنشوف ان القرد بيكون بيحاول ان هو يهجم على ولدنا. بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفادى الهجمة بتاعته، وولدنا الصغنون بيكون بيحاول ان هو يتفادى كل الهجمات اللي جايه له من القرد المعفن ده. ولما بيكون بيحاول ان هو يهجم عليه بنشوف ان القرد مره واحده بيروح قافش ولدنا ورميه في السماء. ولما ولدنا يبقى بيكون في السماء بنشوف ان بيجي نسر غريب بيلقفه، وبنعرف ان ده صاحبه. بعد كده بنشوف ان في نمر غريب بيكون بيهجم على القرد ده، وولدنا بنشوف ان هو بينزل من السماء على دماغ القرد المعفن، وحرفيا بيقدر ان هو يفنشه. وولدنا بيكون مبسوط جدا ان هو قادر ان هو يهزم القرده المعفنه دي. وابوه بعد كده بيكون عمال يديله شويه نصايح على ازاي يقدر ان هو يعيش في الغابه، بنلاقي ان في قرود كتير جدا بيكونوا ظهروا ورا ابوه، فبنشوف ان هم كلهم بيقولوا يا فكيك وبيتكلوا على الله، وبنلاقي ان هم بيكونوا مستخبيين جوه صندوق. بس للاسف بنشوف ان هو بيتقفل عليهم الصندوق ده من عمال التنظيف، وبنلاقي ان هم بيتشحنوا جوه العربيه. وبتتنقل بينا الصوره بعد كده البنوته صغيره، وبنعرف ان البنوته دي بيكون اسمها سياكا، وانت اصلا بتكون مستنيه ابوها، والبنوته بتكون عماله تبارك لابوها علشان كان قدر ان هو يكسب في مسابقه للمبارزه. بس الاب بنشوف ان هو بيكون بيغلي اصلا وبيكون متضايق. وبتتنقل بينا الصوره جوه المطار، وبنشوف ان الناس بتكون عماله ان هي تتنطوح، وبنعرف ان سبب النطوحه دي ان ولدنا الصغير عمال يضربهم. وولدنا الصغنون يايبا بنشوف ان هو بيروح لابو البنوته سياكا وبيقول له تعال يا ولد تعال، وبيكون راح له علشان حاسس ان هو شخص قوي. بس بنشوف ان بنوته الراجل ده بتتدخل وبتقول له انت مين يا قزم يا فسفس. فولدنا بنشوف ان هو بيعرف عن نفسه، بيقول ان هو اقوى ساموراي في العالم. وابو البنوته سايكا بيعرف ان الولد القزم اللي قدامه ده هو ابن السياف كينجو، والبنوته بتقعد تقول له انت حقير ولو ان انت ما تربيتش. وولدنا بنشوف ان هو بيكون عمال يتفحص في البنوته دي لان هو اول مره يشوف كائن حي اصلا، لان هو كان عايش في الغابه. وبنشوف ان كينجرو ابو ولدنا الصغنون بيكون عمال يجري من رجاله الشرطه، ولما ابو البنوته سايكا بيشوفه بيكون عاوز يخش عركه مع كينجرو، بس بنشوف ان هو بيشيله وبيطلع يجري بيه. وبعد كده بنشوف ان هم كلهم بيروحوا على بيت ابو البنوته سياكا، وكينجرو بيقول لولدنا يايبا ان انت اعمل حسابك ان انت هتعيش هنا من دلوقتي ورايح، وان انت مش هترجع الغابه. فابو البنوته سياكا بنشوف ان هو بيقول له اراك توزع من مالك. وولدنا يايبا بنشوف ان هو بيكون عمال يتفرج على البيت من جوه، وبيكون مستغرب اصلا من البيت ده ومن الحاجات اللي جواه. ولما ولدنا بيكون اصلا قاعد بيستكشف البيت بنشوف ان في ست عجوزه قزمه بتوقف ولدنا وبتقول له يا قزم انت رايح فين. وولدنا هيبل مش محترم بنشوف ان هو بيكون متضايق جدا لان الست العجوزه دي كانت عرقبته من قفاه، والست العجوزه بتقول له يا ولا يعني انت عشان ساموراي فاكر نفسك ان انت قوي. بس بنشوف ان البنوته سايكه بتيجي وبتحاول ان هي تحل الموضوع، وبنشوف ان الست العجوزه اصلا بتكون ساحبه ولدنا من قفاه، وبتسال كينجرو وبتقول له بعد كده ايه اللي جابك ايه اللي جابك هي ناقصه انت كمان. وكينجرو اصلا بيكون مش مصدق اللي هو شايفه، ان هو شايف الست العجوزه دي قدامه. وبنشوف ان هي بتقعد تشتكي من ولدنا يايبا، وبتقعد تقول ان هو لسانه طويل وان هو ما ترباش. والست بتقرر بعد كده ان هو هيفضل موجود هنا علشان يتربى شويه، علشان تربيه الغابه كانت زباله بالنسبه له. والفكره دي بنشوف ان هي بتعجب ابو ولدنا. وبعد كده بنشوف ان هم بيخشوا على قاعه التدريبات، وولدنا يايبا بنشوف ان هو بيكون مبسوط جدا علشان هو شايف رجاله اقوياء. وبنشوف ان كينجرو بيخش بيقعد يضرب كل الناس، وما بيكونش في غير مقاتل واحد قدر بس ان هو يصد الهجوم بتاعه. وابو البنوته سايكا بيقول له ان اللي قدر يصد الهجوم بتاعك ده هو اقوى مقاتل وموجود عندنا، وبنعرف ان اسمه بيكون موتو. وساعتها كينجرو بنشوف ان هو بيقول لهم انتوا كلكم حساله، وان ابن الصغير الفسفس ده لو قدر ان هو يهزم الغوريلا اللي اسمها موتو ده فاحنا هنبيته عندكم في البيت وان هو مش هيروح. بس الست العجوزه بنشوف ان هي بتقعد تقول ان هو اقوى مقاتل موجود في البيت، واكيد هو هيقدر ان هو يهزم يايبا بسهوله. وبنشوف ان الست بتقعد تطلب من المقاتل موتو ان هو لازم يهزم ولدنا يايبا، وبتقعد تقول له ان انت لازم تربيه علشان ده هني. وبنشوف ولدنا يايبا اصلا ابو لسان طويل بيكون عمال يتنمر على الراجل اللي اسمه موتو، فموتو بنشوف ان هو بيكون متعصب جدا من ولدنا الفسفس، وبيوافق اخيرا ان هم يخشوا عركه ضد بعض. والجد بنشوف ان هي بتقول لولدنا يايبا ان انت لازم تلبس الدرع بتاعك علشان ما تتصابش يا ولا. بس ولدنا يايبا بنشوف انه بيقول لها ان الدروع ده للضعاف، بس بنشوف ان التحدي ما بينهم بيبتدي وان ولدنا يايبا بيبتدي ان هو يهجم على الغوريلا موتو، بيكون بيحاول ان هو يضرب، بس بنشوف ان موتو بيقدر ان هو يتفادى كل الهجمات بتاعت ولدنا يايبا. والجده بتقعد تقول ان اكيد موتو هيقدر ان هو يهزم ولدنا يايبا بكل سهوله.
وبنشوف ان ولدنا هيبة بيكون منبهر بقوة الغوريلا اللي واقفة قدامه، وبيقعد يقول ان هو اصلا شكله مقاتل قوي علشان ان انا ما قدرتش ان انا المسه حتى بضربة واحدة. وبنشوف ان موتو بعد كده بيبتدي الهجوم على ولدنا يا هيبة، وبنشوف ان هو بيكون عمال يضربه ضربات سريعة جدا، بس ولدنا بنشوف برضه ان هو قادر ان هو يتفادى الهجمات بتاعته. وموتو بيكون متضايق ان ولدنا قادر ان هو يتفادى كل الهجمات وان هو ما يعرفش ان هو يصيبه. وولدنا هيبة بنشوف ان هو بيكون عمال يتنمر على موتو وبيكون عمال يغيظ فيه، وبتيجي فكرة لولدنا هيبة وبيقول ان موتو ده اصلا شبه القرود اللي انا كنت بقدر ان انا اهزمها، فانا هستخدم نفس طريقة العركة اللي انا كنت بستخدمها مع القرود. وبنشوف ساعتها ان هو بيدي ظهره للمقاتل موتو، والجدة بتحس ان ولدنا خلاص فقد الامل وان هو مش هيعرف يعمل مع موتو اي حاجة. وبنشوف ان ولدنا هيبة اصلا بيكون مغمض عينيه وبيكون بيحاول ان هو يركز علشان يقدر يعرف موتو هيهجم عليه منين. فعلا بنشوف ان موتو بعد ما بيهجم عليه ولدنا بيقدر ان هو يتفادى الهجمة بتاعته، وعلى طول بنشوف ان ولدنا بيهجم عليه بهجوم قوي جدا بيقدر ان هو يكسر السيف، وبيروح بعد كده لازقه في الحيطه. وكل اللي بيكونوا موجودين في القاعه بنشوف ان هم بيكونوا مستغربين ان موتو اتهزم. وساعتها بنشوف ان كنجي رابو ولدنا بيقول ان انا خلاص كسبت التحدي، وبنشوف ان ولدنا اصلا بيكون رابط المقاتل موتو، وبيقعد يقول له انا هرجعك الغابه، انا هرجعك الغابه يا حقير. وتاني يوم بنشوف ان ولدنا بيكون عمال يتدرب الصبح بدري، وبنشوف ان البنوته سايكا بتكون صحت بسبب الازعاج اللي ولدنا عامله، وبتقعد تقول له يا معفن انت بتعمل ايه الساعه 6 الصبح؟ الواحد عايز ينام ينام. فولدنا بنشوف ان هو بيقول لها ان الشمس طلعت من بدري، وبيجي بعد كده ميعاد الفطار، فولدنا اول ما بيشوف الاكل بيكون مبسوط جدا. وولدنا اصلا بيكون بيعمل النمر بتاعه ده كانه قطه، وبيقعد يقول ان انا ما اقدرش اتخلى عن صحابي. وبنشوف فلاش باك لما النمر ده كان عاوز ان هو يهجم على ولدنا، ولما النمر بيكون خلاص هيهجم على ولدنا نشوف ان ولدنا بيكون اداله بالرمح في مكان استغفر الله. ولما ولدنا هيبقى اصلا بياخد باله ان في حد جنبه بيكون ساعتها النمر عمال يغرق، فولدنا بقلب حنين بيقرر ان هو لازم يساعده، وان هما من ساعتها بقوا اصحاب. ولما قابل بنوته سايكا بنشوف ان هو بيسال على ابو ولدنا، بنشوف ان الخادمه بتقول لهم ان هو كان ماشي من بدري وان هو كان ساب رساله، وبنعرف ان الرساله دي مكتوب فيها ان انتوا لازم تاخدوا بالكم من ولدنا يا هيبه لان انا ممكن اتاخر شويه في الرجوع عليكم. والبنوته سايكا بنشوف ان هي بتتصدم لما بتعرف ان ولدنا كان قلبها في اكلها، وبيقعد يغيظ فيها وبيقول لها ان انت لازم تاخدي بالك من الاكل بتاعك. وبتتنقل بينا الصوره بعد كده وبنشوف ان البنوته سايكا بتكون طالعه المدرسه، وولادنا بيقعد يسالها وبيقول لها انت رايحه على فين الصبح بدري كده؟ فبتقول له ان انا طالعه على المدرسه يا ولا. بس طبعا ولدنا هو مش عارف يعني ايه مدرسه ولا عارف اي حاجه في العالم ده لان هو كان عايش في الغابه. فالبنوته سايكا بتقول له ان ده اصلا مكان بس عشان الناس تتجمع فيه علشان تاخد العلم، وولدنا بيكون متحمس علشان هيشوف ناس جديده. فالبنوته بتحس ان هو عبيط وان هو مش فاهم اي حاجه في الدنيا، وبتكون بتحاول ان هي تخوفه علشان ما يجيش معاها ولا يحرجها، وبتقول له ان المكان اللي احنا هنروحه هيكون مليان وحوش. بس طبعا ولدنا السفاح بنشوف ان مفيش اي حاجه بيتحوق فيه، وبيقعد يقول لها طالما في وحوش فانا لازم اكون موجود هناك علشان ان انا اخلص عليهم. ولما بيوصلوا المدرسه بنشوف ان ولدنا بيكون مرعوب علشان كان سمع صوت الجرس علشان هو كان اول مره يسمع حاجه زي كده. ولما اصحاب البنوته سايكا بيجوا بيكونوا مستغربين ومن ولدنا يا هيبه ان هو قزم كده، وبيقعدوا يسالوها وبيقولوا له هو الواد ده مين. وطبعا ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يفتش البنات دي لان هو ما بيكونش عارفهم، وطبعا بنشوف ان البنوته بتتضايق من اللي ولدنا قاعد بيعمله ده فبتسحبه على الارض. والبنوته سايكا بنشوف ان هي بتكون بتحاول ان هي تطرق ولدنا علشان تخلع منه، بس ولدنا اللذة بنشوف ان هو بيقول لها ان انا مستحيل مستحيل اسيبك يا عسل. وولدنا بيقول لها ان انا مستحيل اسيبك علشان انت كنت قلت لي ان في وحوش قويه موجوده هنا. وبنشوف ان هما الاتنين بعد كده بيروحوا على قاعه التدريب، وولدنا بيكون متحمس جدا علشان شايف ناس كتير عماله تتدرب. ولما البنوته بتكون بتغير هدومها بنشوف ان ولدنا بيخش عليها، وبعد كده بنشوف ان هي بتطرده، وولدنا بعد كده بيروح ياخد سيف خشبي. بس بنشوف مره واحده ان في راجل اجرع بيظهر ورا ولدنا وبيقول له ان انت لازم ما تاخدش السيوف دي قبل ما تستأذن يا ولا. بس مره واحده بنشوف ان ولدنا بيتخض وبيبعد عنه، وولدنا بيكون مستغرب ان ازاي الراجل ده قدر ان هو يقرب منه وان هو ما حسش بيه. وبنشوف ان البنوته سايكا بتجيله وبتقول له ان انت لازم ما تواجهش الراجل ده لان الاجرع ده يعتبر قوي جدا. بس ولدنا بنشوف ان هو بيقول ما دام هو قوي جدا فانا لازم ان انا احط عليه. بس بنشوف اصلا الراجل الاجرع ده مش عاوز ان هو يتحدى ولدنا، بيقول له يا عيل يا فسفس يا قزم انا ما بتحداش اطفال. بس بنشوف ان ولدنا هيبقى اصلا بيكون عمال يغيظ فيه، بيكون عمال يلف حواليه وبيكون بيحاول ان هو يغفله باي هجوم. بس الاجرع بيقدر ان هو يتفادى الهجوم بتاع ولدنا وبيطير السيف من ايده، وبيقول له يا ولا يا معفن لازم تبطل العبط اللي انت بتعمله ده. فبنشوف ساعتها ان ولدنا بيتحمس جدا للعركه اللي هيبتدي ان هو يخش فيها، بيكون مصمم ان هو يخش معاه في نزال قوي. وبيبتدي ولدنا يبقى ان هو يعرفه بنفسه، وبنعرف ان الاجرع ده اسمه انيومارو،
وبيكون شكل ولدنا هيبة إن هو حط الواد الأجرع ده في دماغه ومش ناوي إن هو يحله أبدا. وبنشوف بعد كده أونيمارو الأجرع بيكون قاعد بيتدرب مع نفسه في البيت، وبنعرف إن هو وحيد وكمان عايش لوحده وإن هو بس بيتواصل مع أخته اللي بتكون عايشة في مدينة تانية، وبيكون عمال يكتب لها وبيقول لها إن أنت ما تقلقيش عليا علشان أنا متعود إن أنا أكون وحيد وعايش لوحدي، وبيقعد يقول لها إن أصلا بطولة العالم دي قربت وإن أنا بحاول إن أنا أستعد لها كويس جدا وأوعدك إن أنا أفوز بيها زي كل مرة. وبنشوف إن هو بيكون كسب بطولات كتير جدا وبيكون واضح إن هو سفاح محترف. وبتروح بينا الصورة بعد كده على المدرسة مرة تانية، وبنشوف إن البنوتة سايكة بتقعد تقول لولدنا أنت عايز إيه يا عم يا لزجة، ما تسيبني يا ولا لوحدي، وبتكون بتحاول إن هي تطلعه من المدرسة، بس ولدنا بيكون مصر إن هو يخش معاها الفصل وبيطلع يجري بعد كده علشان يخش الفصل قبلها. بس ولدنا النحس بنشوف إن هو بيخبط في أونيمارو الأجرع، وولدنا بيكون متضايق جدا علشان شاف الأجرع ده مرة تانية وبيقعد يقول له ولا فكرني بيك أنا مش شايفك. فساعتها بيقول له إن أنا اسمي البطل أونيمارو، وولدنا بيكون عمال يطلب منه إن هو لازم يتحداه. فأونيمارو الأجرع بيقول له ولا أنا قلت لك إن أنا ما بحبش ألعب مع العيال. ولما بيسيبه يمشي بنشوف إن هو بيقعد يتنمر على ولدنا، فبنشوف إن هو بيتعصب على الآخر وبيقرر إن هو لازم يهجم عليه. بس كالعادة بنشوف إن الأجرع ده بيقدر إن هو يتفادى الهجمة وبيدي له واحدة قوية جدا برجله، بنشوف إن هو بيرميها على الأرض. ولما بيمشي بنشوف إن هو بيقول له قلت لك يا ولد إن ضعيف ضعيف والله ضعيف، وإن أنت لازم تقعد تتمرن 1000 سنة علشان بس تقدر إن أنت تضربني أو توصل لمستوايا. والبنوتة ساكي بنشوف إن هي بتروح له وبتقول له يا ولا بطل إن أنت تستفزه علشان هو قوي جدا وهو أصلا عنده بطولة قريب، وبتقعد تقول له إن هو مش فاضيلك أصلا وإن أنت عيل عبيط. بس بنشوف إن ولدنا يبقى بيكون اتجنن وعمال يضحك وبيكون واضح كده إن هو ناوي على حوار كبير. وبتتنقل بينا الصورة وبنشوف إن البنوتة ساكي بتكون في التدريبات بتاعتها، بس بتكون مستغربة إن ولدنا هيبقى أصلا إن هو ما جاش معاها زي كل مرة، وبتكون مش عارفة هو اختفى فين، وبتقول طالما هو الولد ده مختفي أكيد بيعمل حاجة. وبنشوف إن أونيمارو الأجرع بيكون متضايق ومتعصب جدا وبيكون مش لاقي المعدات بتاعة التدريبات بتاعته، ولما بيكون عمال يسأل زمايله بنشوف إن هم بيقولوا له إن إحنا كنا شفناها بتكون متنطوحة في كل حتة في المدرسة. وبيلاقي بعد كده رسالة من ولدنا يايبا وبيكون موقع بشكله، فأونيمارو بنشوف إن هو بيكون متعصب جدا وبيقول إن أنا لازم أتصرف، وبيروح بعد كده علشان يجمع المعدات بتاعته اللي بتكون مرمية في كل حتة. ولما بيلاقي أول قطعة وبياخدها بنعرف إن هي بتكون مربوطة بحبل خفي وممسوكة بجرد المية علشان تقع عليه، بس السفاح بيقدر إن هو يتفاداها وبيقرب منها وبيقعد يقول إن الحيل والفخاخ المتخلفة دي مستحيل إن هي تقدر تأثر فيا. وبعدها بنشوف إن هو بيتحرك وبيلاقي القطعة التانية، ولما بيحاول إن هو ياخدها بنعرف إن ولدنا هيبقى كالعادة بيكون عامل له فخ، وبنشوف إن هو بيتكعبل في حبل عشان تخلي الدواليب تقع عليه، بس بنشوف إن هو بيقدر فعلا إن هو يتفاداها. ولما بيشيل القطعة بعد كده من على الأرض بيلاقي إن في سهم تحتها بيتحرك وبيكون خلاص هيجيبه في وشه، وبنشوف إن هو بيقدر إن هو يتفاداها في اللحظة الأخيرة. وبعد ما بيتجرح بيقول واضح كده إن الولد ده مش هيجيبها لبر وإن أنا هطلع عينه. ونيمار الأجرع بيكون وصل للسطح بعد كده ولولدنا بعد ما كان جمع كل القطع، وبنشوف ولدنا هيبقى أصلا بيكون مستني وبيكون مستغرب إن هو اتأخر. ونيمار بيقول له يا ولا يا معفن بقى اديني القطعة الأخيرة عايز أروح التدريبات بتاعتي. فولدنا بيقول له إن أنت لو عاوزها فأنت لازم تنزل لي في عركة يا ولا. فونيمار ساعتها بيقول له إن أنا قلت لك إن أنت عيل تافه جدا وإن أنا مستحيل إن أنا أخش معاك في عركة. فولدنا بنشوف إن هو ساعتها بيروح رامي القطعة الأخيرة من الأرض وبيقول له لو أنت عايزها فنط بقى يا ريس وراها. ولما الولد الأجرع بيطلع يجري علشان يلحقها بنشوف ولدنا على طول بيروح مشنكله علشان يقع، بس الولد نيمار بنشوف إن هو بيقدر إن هو يتماسك في اللحظة الأخيرة وبيقدر إن هو يمسك الماسك بتاعه وبينزل بعد كده على الأرض من غير ما يحصل له أي حاجة. بس بنشوف إن هو يعني ما بيلحقش إن هو يفرح لأن ولدنا هيبقى أصلا بيكون عامل له فخ تحت الأرض وبنشوف إن هو بيقع فيه، وولدنا بيجي له بعد كده بيقعد يتنمر عليه وبيقول له يا ولا ناوي بقى أخيرا إن أنت تتحداني. فالأجرع بيقول له إن أنا ولا أنا ما برجعش في كلمتي ومستحيل إن أنا أتحدى عيل فسفس زيك. فولدنا بنشوف إن هو بيقول له أنا تافه يا معفن وبيقفل عليه الحفرة وبيسيبه بعد كده وبيمشي. وبالليل بنشوف إن البنوتة سايكة بتقعد تقول إن ولدنا شكله اتجنن، وبالليل إن هو بيكون واقف أصلا فوق سطح البيت وبيكون عمال يصيح زي الداك، والولد الأجرع ونيمارو بيكون قاعد في البيت وسط الحمام وبيكون متضايق جدا من ولدنا بعد كل اللي هو عمله فيه، وبيقعد يقول إن أنا لازم أخلص على عيل المعفن ده. وفعلا بنشوف إن الأجرع ده بيروح بعد كده لولدنا البيت، ولما بيقابل البنوتة سايكة بنشوف إن هي بتقعد تسأله وبتقول له إيه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها إن أنا جاي أخلص الحوارات بتاعتي مع الولد المعفن يايبة. فبتقول له إن هو مش موجود دلوقتي في البيت، وبنشوف إن هو بالغلط بيدوس على ديل النمر فبيتعصب وبيطلع يجري عليه، بس ولد نيمار المعفن بنشوف إن هو بيرقده وبيدي له علقة محترمة. وبتيجي بعد كده جدة البنوتة سايكة وبتقعد تزعق له وبتقول له يا معفن يا أجرع عيب اللي أنت قاعد بتعمله مع الضيوف ده ولازم إن أنت تحترم نفسك في البيت. فبنشوف إن الأجرع بيقول لها فكك مني يا عبيطة، بس
بس بنشوف ان الجده الرشيقه بتنط له فوق السيف اللي هو ماسكه، وبتقول له ولا انت اصلا ضعيف وعندك نقط ضعف كتير المفروض ان انت تطورها، وبتقول له بالطريقه دي فالولد المعفن يايبا يقدر ان هو يهزمك بكل سهوله، وبتقول له لو انت اصلا عاوز تعرف مكان يايبا فهو هيكون في البيت عندك. وفعلا في الوقت ده بنشوف ان ولدنا يايبا اصلا بيكون وصل عنده في البيت علشان هو قاعد بيدور عليه، وولدنا بياخد باله اصلا ان الطائر صاحبه موجود في بيت الاجرع اونيمارو، فبياخده وبيطلع يطير بيه في الهوا. بس اونيمارو بنشوف ان هو بياخد باله منهم لما بيوصل البيت بتاعه، وبيكون متفاجئ اصلا ان الاكل بتاع الحمام بتاعه مش موجود، وبيلاقي ان الحمام بتاعه بيكون بيصيح علشان الاكل خلص. وفي الوقت نفسه بنشوف ان ولدنا هيبقى اصلا بيكون وصل البيت، بيلاقي ان النمر بتاعه كان خد على ايد الاجرع اونيمارو، فهم الاتنين بنشوف ان هم بيتعصبوا وبيقرروا ان هم يخلصوا على بعض، وكل واحد بعد كده بيطلع يجري وبيقابلوا بعض هما الاتنين، بيكون قدام معبد سياحي، فبيقرروا ان هم اخيرا هينزلوا العركه قدام بعض. ولما الشرطي بيجي علشان يمنعهم بنشوف ان هم بيسقعوا لهم، بيكونوا مش مهتمين باللي قاعد بيقولوا، وعلى طول بنشوف ان هما الاتنين بيبتدوا يهجموا على بعض. بس هيبقى بنشوف ان هو بيقدر يخدعه وبيديله بالرجل في وشه، فاونيمارو الاجرع بنشوف ان هو بيقعد يهجم عليه وبيقول له ان انت لازم تقاتل بالسيف بتاعك يا معفن، وبلاش الحيل اللي انت قاعد بتعملها دي. وحرفيا بنشوف ان هما الاتنين بيكونوا قاعدين يضربوا بعض جوه المزار السياحي، وبتكون دايره ما بينهم اصلا معركه قويه جدا، وكل واحد فيهم بيكون بيستخدم كل قوته، وبسبب قوتهم هما الاتنين في العركه دي بنشوف حرفيا ان المزار السياحي ده بيكون اتكسر، وطبعا هما الاتنين بيكونوا اصلا مش مركزين في اللي هما قاعدين بيعملوه ونازلين دب في بعض على الاخر. وبعد ما بيكونوا كسروا المزار السياحي بسبب العركه اللي ما بينهم بنشوف ان هما بيطلعوا في الشارع وبيكونوا موجودين فوق اتوبيس وداخلين دب في بعض، والعركه بتكون شغاله ما بينهم اصلا فوق الاتوبيس. بس فجاه بنشوف ان ولدنا هيبقى بينزل على العربيه بتكون محمله خشب، وبيمسك كل الالواح وبيقعد يرميها على الاجرع اونيمارو، وبعد ما اونيمارو بيكون كسر كل الخشب بيكون اتفاجئ اصلا ان ولدنا كان اختفى من قدامه. بس ولدنا بتشوف ان هو اصلا بيكون واقف وراه على واحده من الخشب المكسوره، وبينزل عليه ضربه قويه جدا بالسيف. بس الولد اونيمارو السفاح بنشوف ان هو تقريبا بيكون اتوقعها وبيقدر ان هو يصدها، بس تقريبا ولدنا هيبقى بيكون اتجنن على الاخر وبيقعد الولد اونيمارو في الجرعه بتاعته. فالولد اونيمارو بنشوف ان هو بيتعصب وبيقعد يهجم على ولدنا بكل عشوائيه، فساعتها ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفادى ضربته وبينزل بالسيف الخشب اللي معاه في وش الولد اونيمارو، وولدنا بيكون فرحان جدا ان هو اخيرا قدر ان هو ينتصر عليه، وبيقعد يتنطط لحد ما ولدنا لعبه بنشوف ان هو بيلزق في لوحه اعلانات، وبيوصل بعد كده للبيت وبنشوف ان البنوته سايكه بتكون عماله تعالجه، وجدتها بتجيله بعد كده وبتقول له واضح كده ان انت كنت خضت معركه قويه جدا، بس بتقول له ولا يا معفن انت كنت عمال تغش في القتال علشان انت كنت عمال تستخدم اي حاجه حتى ان انت عدته فرعته. فولادنا بيقول لها ان انا اصلا ما بيفرقش معايا الكلام ده ولازم ان انا اكسب، فبتقول له ساعتها ان العركه دي ما كانتش عركه نزيهه. وفعلا ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيقعد يفتكر كلام الولد اونيمارو لما كان طلب منه ان هو لازم يتقاتل معاه بالسيف بس، فولادنا بيتشجع وبيقول لها ان انا المره الجايه فانا لازم اهزمه. وعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيكون زي القرد وبيطلع فوق سطح البيت وبينادي على النمر والطائر بتوعه علشان يتدربوا معاه، وبنشوف ان هو بيغمض عينه وبيقعد يطلب منهم ان هم لازم يهاجموه علشان يقدر ان هو يتوقع الحركات بتاعتهم. والبنوته سايكه بتكون مستغربه جدا من طريقه التدريب دي، فالجده بتقول لها ان الطريقه دي طريقه معروفه واسمها طريقه شنجان، والتقنيه دي اصلا بتخلي ان هو يقدر ان هو يطور الحس والادراك بتاعه جوه المعركه ويقدر ان هو يتوقع حركات الخصوم بكل سهوله. وبتقول لها ان اصلا التقنيه دي كان هو استخدمها قبل كده لما كان بيقاتل موتو، وقدر ساعتها ان هو يتوقع حركته وقدر ان هو يهزمه بضربه واحده. حتى وقت الغدا بنشوف ولدنا اصلا بيكون مغمض عينيه وبيكون قاعد بيحاول ان هو يتوقع انواع واصناف الاكل اللي موجوده قدامه. وبنرجع للاجرع اونيمارو بنشوف ان هو اصلا بيكون عمال يتدرب، وصوره ولدنا اصلا بتكون طالعه له في كل مكان ومش سايباه، وحرفيا ولدنا بيكون لاعب له في دماغه. بنعرف ساعتها ان الاجرع اونيمارو كان نايم وبيكون صحي اصلا وبيكون مفزوع وبيقعد يقول حتى في الحلم المعفن الصغير ده مش عاوز ان هو يسيبني. وبنشوف ان هو على طول بيقوم علشان يكمل التدريبات، وفي اثناء التدريبات بتاعته بيكون مش مقتنع اصلا ان هو خسر من عيل فسف الصغير، فبيتعصب وبيكسر ساعتها بالسيف الخشبي اللي معاه عمود من عواميد البيت بتاعه. بس بيتفاجئ ان العمود اصلا لما بيكسر بيكون تحتيه ممر سري، فبينزل علشان يستكشف الممر الغريب اللي كان ظهر فجأة، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان في مجموعة من التماثيل الغريبة بتكون موجودة قدامه، وفي وسط التماثيل دي كلها بيكون لها سيف شكله غريب. وبيعرف ساعتها ان التمثال اللي موجود قدامه ده هو تمثال ملك الرياح، وان السيف المغروس ده كان السيف بتاعه زمان. وبيكون ساعتها عمال يسمع حد عمال ينادي عليه وبيقول له ان انت اصلا الوريث الشرعي لملك الرياح ولازم ان انت تاخد السيف ده دلوقتي حالا، وبيقول له ان انت اصلا مجرد ما تاخد السيف فانت هتمتلك كل القوه اللي انت نفسك فيها، وبيقول له ان ده اعظم سيف ساموراي كانت صنع على وجه الارض. فونيمارو الاجرع بنشوف ان هو بيكون مبسوط جدا وبيقول ان دي فرصتي اصلا علشان اخد السيف ويكون عندي قوه كبيره واقدر اهزم المعفن يبقى في العركه اللي جايه. واول لما بيمسك السيف بنشوف ان في طاقه سحريه كبيره بتكون طالعه منه، والمكان كله بنشوف ان هو حرفيا بيكون عمال يتهز. والغريب اصلا ان احنا بنشوف انه نومار الاجرع بيكون شكله اتغير
وتقريبا بيكون اتحول لشيطان ويطلع له قرنين في دماغه. وبنشوف بعد كده ان الولد نيمارو بيكون بيخرج بعد ما بيكون ان هو اتحول لشيطان ويطلع له قرون، وبيكون شكله متحمس وبيقول ان انا هخلص عم عفن يايبه، وبيضرب ضربه بالسيف اللي معاه علشان يختبر القوه بتاعته. وبنلاقي ان هو بيكسر السور بتاع البيت بتاعه، والولد ابو قرون بيكون مبسوط جدا علشان بيكون مع اقوى سيف لملك الرياح. وبيتنقل بينا الصوره وبنشوف ان سيف ملك الرعد بيبتدي ان هو يطلع حاجات، وبنلاقي ان في راجل عجوز اصلا بيكون قاعد جنب السيف، وبيقول ان الشيطان المعفن شكله صحي تاني. وبنرجع لولدنا هايبه وبيكون قاعد بيتدرب مع الطائر بتاعه والنمر، وبيكون قاعد بيتدرب اصلا على المهاره الجديده بتاعته، ودي المهاره اللي بيقدر ان هو يتوقع اماكن الخصوم بتوعه. وولدنا بيكون مغمض عينيه، وبنشوف ان جدة البنوتة سايكا بتكون مبسوطة علشان مستوى ولدنا كان ارتفع جدا، وده بسبب المهارة دي، وبتقرر ان هي تختبره فبتروح حادفة بطوبة. بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتوقع المكان بتاعها وبيقدر ان هو يصدها. ولما ولدنا القزم يايبا بيروح المدرسة، البنوتة سايكا بتكون متفاجئة اصلا ان كل اصحابها بيكونوا بيحبوا ولدنا يايبا، وبتكون مش فاهمة هما اصلا بيحبوه على ايه. وولدنا بيكون قاعد مع شوية عيال شمال، وبنشوف ان هما بيكونوا بيبوظوا ولدنا المؤدب، فبيقول لهم اصلا انا كنت عايش مع البنوتة سايكا وان انا شفت كل حاجة. فالبنوتة بتكون متعصبة جدا وبتكون رايحة علشان تضربه، بس ولدنا بنشوف ان هو بيكون سفاح وبيقول لها انا عارف ان انت ورايا ومش هتقدري ان انت تضربيني. بس فجأة مرة واحدة بنشوف ان ولد نيمار وابو قرون بيكون داخل المدرسة، وكل العيال اللي في المدرسة بيكونوا عمالين يبصوا عليه ومش عارفين ايه القرون اللي طالعة من دماغه دي. ولما ولدنا يبقى اصلا بيبص عليه بيكون مش متاكد ان ده الولد نيمارو، والولد نيمارو بنشوف ان هو بيقعد ينادي عليه بيقول له يا ورا تعال تعال ابغاك الحين، وان انت لازم تيجي علشان عاوز ان انا انتقم منك. وطبعا زي ما احنا عارفين فولدنا يبقى بيحب يخش في اي عركه بدماغه، بس الولد نيمارو بقرون بنشوف ان هو بيطلع السيف اللي معاه، وبيقدر ان هو يكسر السيف الخشبي بتاع ولدنا يايبا وكمان بيجرحه في وشه. ويبقى اصلا بيكون متفاجئ ان الولد نيمارو بيكون بيتحدى بسيف حقيقي، وبيفضل يزعل وبيقول له يا ولا انت غشاش وكمان بتغش في العركه بتاعتنا. حتى البنوته سايكا بنشوف ان هي بتكون بتتفرج هي واصحابها، وكلهم بيكونوا مرعوبين من السيف الحقيقي اللي شايله الولد نيمارو. وبعد كده بنشوف ان ولدنا يبقى اصلا بيكون مرعوب من الولد نيمارو، ونيمارو اصلا بيكون عمال يهجم عليه بالسيف اللي معاه، بس ولدنا يبقى بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفاداه، وبياخد حته حديده وبيقرر ان هو لازم يضربه بيها. بس الحديده اللي مع ولدنا يبقى بنشوف ان هي ما بتساعدوش، ونيمارو بيقدر ان هو يجرحه في دراعه، ويبقى اصلا بيقعد يقول ان الولد نيمارو بقت حركاته سريعه جدا وان هو مش قادر ان هو يشوفها. فبيقرر ساعتها ان هو لازم يغمض عليه وان هو يستخدم المهاره الجديده اللي هو كان اتعلمها علشان يقدر ان هو يتوقع الهجمات بتاعته. وفعلا يبقى الوزع بنشوف ان هو بيغمض عينيه وبيقدر ان هو يتوقع الحركه بتاعت الولد نيمارو، وبيقدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. بس الولد نيمارو بنشوف ان هو بيكون متعصب وبيقعد يهجم على ولدنا بحركات سريعه جدا، وولدنا يبقى بنشوف ان هو بيكون عمال يصد الهجمات بتاعته بكل صعوبه لحد ما بينجح ان هو يلبسها له في وشه. والعركه بتكون مستمره بينهم، ونشوف ان ولدنا يبقى بيكون بيهجم عليه بكل عصبيه، ونيمارو بيكون متفاجئ من سرعه رد فعل ولدنا يايبا وكمان السرعه بتاعته في الهجوم عليه. ويايبا بيكون فرحان بنفسه بيقول له ان انا خلاص قدرت ان انا اصد الهجمات بتاعتك. فنيمارو ساعتها بيقعد يضحك وبيقول له والله انك ضعيف ضعيف، وبيمسك السيف مره واحده بطريقه غريبه وبيقرر ان هو لازم يستخدم قوته السحريه. وولدنا يايبا اصلا بيكون مش فاهم الولد نيمارو بيعمل ايه بالظبط، بس نيمارو بنشوف ان هو بيقرر ان هو لازم يستخدم مهاره سحر الرياح اللي موجوده في السيف بتاعه، وبيدي ضربه قويه جدا بنشوف ان هي بتطير ولدنا يايبا وبتلزقه في الحيطه. ونيمارو بنشوف ان هو بيقرب منه بعد كده وبيقول له يا ورا انا جيت لك اني ضعيف، ويلا يا بطل لازم تمسك الحديده بتاعتك ولازم ان انت تكمل العركه اللي ما بيننا. ونيمارو بنشوف ان هو بيقعد يتريق على ولدنا لحد ما ولدنا يبقى بنشوف ان هو بيتعصب ويمسك الحديده بتاعته وبيقرر ان هو لازم يهجم عليه تاني. بس مره واحده بنشوف ان نيمارو المعفن بيديله ضربه قويه من سيف الرياح، ويبقى بيكون بيحاول ان هو يصدها المره دي لدرجه ان احنا بنشوف ان الحديده بتاعته بتتني، بس بيكون مش قادر ان هو يعمل اي حاجه وبيطير المره التانيه وبيلزق في الحيطه تاني. والبنوته ساكا بنشوف ان هي بتكون بتحاول ان هي توقف الولد نيمارو وبتقعد تقول له ان انت خلاص فرتكته ولازم ان انت تسيبه وما تكونش معفن. بس نيمارو بنشوف ان هو بيقول لها ان انت لازم تخليكي في حالك وبيديهم ضربه قويه بيكسر لهم الفصل بتاعهم. وساعتها ولدنا يبقى المحترم بنشوف ان هو بيقول للبنوته ساكا ان انت لازم تخليكي بعيد علشان المعركه دلوقتي تعتبر ان هي خطيره جدا. ونيمارو ساعتها بيكون بيجهز الهجوم الاخير علشان يخلص على ولدنا يايبا، بس في اللحظه الاخيره بنشوف ان ولدنا يايبا بيكون اختفى، وبنعرف ان الطائر اصلا كان خده وهرب بيه. بس من قوه الضربه بتاعت الولد نيمارو بقرون بنشوف ان حرفيا المدرسه بتكون اتقسمت نصين، وبيرجع ولدنا يايبا البيت وبيكون متضايق جدا وعمال يعيط علشان خسر من الولد نيمارو المعفن، وبيقعد يقول ان انا مستحيل اقدر اهزمه بالقوه الكبيره دي وكمان معاه سيف الرياح. والبنوته ساكا والحيوانات بيكون صعبان عليهم ولدنا يايبا جدا
لحد ما مرة واحدة بنشوف إن أبو المسطول بيحضر وبيعرف إن أونيمارو كان هزمه باستخدام سيف الرياح القوي، وبيقول له إن أنت فعلا مستحيل إن أنت تقدر تهزمه لأن سيف الرياح ده يعتبر سيف أسطوري وكان أصلا مع ملك الرياح، وبيقول له إن أصلا سيف ملك الرياح قوته كانت مختومة وما كنتش متوقع إن في حد يقدر إن هو يستخدمه مرة تانية. فولادنا هيبة بنشوف إن هو بيكون متعصب جدا وبيقول له يا حاج يعني ما فيش أي حل يخليني أقدر إن أنا أهزمه، فأبوه ساعتها بيقول له إن السيف الوحيد اللي يقدر إن هو يهزم سيف ملك الرياح هو سيف ملك الرعد، وبيقول له على حسب ما أنا أتذكر يعني إن اللي كان عنده سيف ملك الرعد ده عجوز عبيط اسمه ماياموتو. فولدنا ساعتها بيكون عمال يسأل أبوه بكل عصبية بيقول له أنت لازم تقول لي المكان بتاعه فين علشان ولدنا عاوز إن هو ياخد منه السيف. فأبوه ساعتها بيقول له أنت عبيط يالا ولا ما بتفهمش، ده أنت حتى لو لقيت السيف علشان إن أنت تستخدمه فأنت محتاج سنين كتير جدا علشان تتدرب بيه. فبيقعد يقول له إن أنا مش فارق معايا حتى لو قعدت سنين كتير طالما السيف ده هو السيف الوحيد اللي أنا أقدر أهزم بيه ولا أونيمارو، فأنا لازم إن أنا أجيبه علشان أهزمه. وبيكون عمال يتخانق مع أبوه علشان يقول له فين مكان السيف ده، فبيقول له إن السيف ده موجود على جبل اسمه جبل تينجو، والبنوتة سايكا بنعرف إن هي أصلا بتكون عارفة مكان الجبل ده فين، بس بتتفاجئ إن ولدنا أصلا بيكون عمال يبص لها بكل خباثة وعمال يضحك علشان بس إن هي تودي لي تاني يوم على طول. وبنرجع لأونيمارو بيكون موجود في البيت مرة تانية وبيكون مستغرب شكله الجديد والقرون اللي طالعه له في دماغه، وبيكون عمال يفكر ازاي يقدر ان هو يستخدم القوة الكبيرة بتاعة السيف، وده بعد ما كان قدر ان هو يحصل عليها. وتاني يوم البنوتة سايكا بنشوف ان هي بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها ان هي بتكون متربطة وموجودة على النمر صاحب ولدنا يايبة، وبتكون مش عارفة هي طالعة على فين. فولدنا يايبة بيقول لها ان انا اصلا مش عاوز ان انا اضيع وقت، فعلشان كده انا كنت خدتك معايا بالغصب علشان توديني للجبل. وفعلا بنشوف ان هم بعد كده بيوصلوا هناك، بس البنوتة سايكا بنشوف ان هدومها بتكون متبهدلة على الاخر. فولدنا بنشوف ان هو بيقعد يقول لها ان انت ما تتضايقيش وبيطلع لها بعد كده لبس المدرسة عشان ولدنا بيكون معاه، وبتقعد تقول لها ولا انت جبت لبس المدرسة بتاعي منين؟ طب كنت جبت حاجة عدلة. فولدنا بيقول لها علشان انت بتحب اللبس ده وعلى طول لابساه، وولدنا بيسيبها بعد كده علشان يدور على اي حاجة يصطادها ويقدر ان هم ياكلوا. وبنشوف ان العجوز ما يموتوا اصلا بيكون عمال يراقبهم من فوق شجرة، وفعلا بيقدر ان هم يصطادوا حاجة وبيبتدوا ان هم ياكلوها. بس مرة واحدة بنشوف ان العجوز ما يموتوا بيحضر وبيبتدي ان هو يغلس عليهم وبيسرق منهم كلهم الاكل بتاعهم. وولدنا يبقى اصلا بيكون فاكر ان صاحبه النمر هو اللي اكل الاكل كله وبيقعد يتخانق معاه، والعجوز بيكون عمال يضحك عليهم وهو شايفهم. والبنوتة سايكا ساعتها بتقعد تشك فيه وبتقول له ولدنا شكل ده العجوز اللي احنا قاعدين بندور عليه. وساعتها العجوز ما يموت وبيكون متعصب جدا علشان هي عماله تقول عليه عجوز، وبيقعد يقول لهم انتوا وش جابكم. فولدنا هيبه بيقول له ان انا جاي هنا علشان اخد سيف ملك الرعد، والبنوتة سايكا بتقعد تترجى وبتقول له ان انت لازم تدينا السيف لو انت اصلا فعلا العجوز ما يموتوا، وان احنا بنوعدك ساعتها ان احنا هنمشي على طول ومش هنعمل لك اي مشاكل. والعجوز ساعتها بيكون عمال يبص على ولدنا وبيقول من العيل الفسفس ده اللي فاكر نفسه انه يقدر ان هو يستخدم سيف ملك الرعد. وفي الاخر بنشوف ان هو بيقرر ان هو ياخده من البيت بتاعه اللي اصلا بيكون عباره عن شجره كبيره والعجوز ده عايش جواها. وبعد كده بنشوف ان العجوز ما يموت وبيكون عمال يحذرهم وبيقول لهم ان في ناس كتير جدا كانت حاولت ان هي تاخد سيف ملك الرعد بس للاسف كلهم كانوا ماتوا ومحدش فيهم قدر ان هو يعمل كده. وبيقول لهم ان الساموراي الاسطوري بس هو اللي يقدر ان هو يستخدم سيف ملك الرعد. وبنعرف اصلا ان العجوز ده كان بيحرس السيف لمده 400 سنه، وان لحد دلوقتي اصلا ما كانش لسه ظهر الساموراي الاسطوري. فبسبب الكلام ده ولدنا بيعرف ان العجوز ده هو ما يموته وبيقول له انت جامد بقى يا ريس وقوي وكل الناس بتتكلم عليك. فالعجوز بنشوف ان هو بيتعصب لان ولدنا اصلا بيكون عمال يستهزأ بيه وبيقول له انت معفن يا حقير ما تعرفش قوه العجوز اللي واقف على السيف بتاعك. والبنوتة سايكا بنشوف ان هي بتتفاجئ لما بتعرف ان اسمه اصلا ما يموت سياشي، وان هو كان معروف اصلا ان هو سيف قوي جدا. بس ولدنا بنشوف ان هو بيكون مش مقتنع بالكلام ده كله بيقول له يا راجل يا عجوز انت لازم ان انت تقول لي السيف بتاع الرعد ده موجود فين. والبنوتة سايكا ساعتها بتاخد بالها من مكان السيف الاسطوري وعلى طول بنشوف ان هم بيتحركوا عليه وبيروحوا ناحيته، بس العبيط على طول بنشوف ان هي بتحاول ان هي تشيله، بس ساعتها بنشوف ان هي بتاخد ضربة رعد قوية جدا وحرفيا بنشوف انها بتتفحم. والعجوز اصلا بيقول لهم ان اي حد بيقرب من السيف او بيحاول ان هو يلمسه هو بياخد ضربة برق قوية جدا. فالبنوتة سايكا بنشوف انها بتكون عمالة تتخانق معاه وبتقول له يا معفن انت ما قلتليش ليه كده قبل ما ان انا المسه. وفي الوقت نفسه بنشوف ان ولدنا اصلا بيكون ماسك السيف عادي جدا وبيكون ما حصلوش اي حاجة، والعجوز بيكون متفاجئ ان ولدنا قادر ان هو يمسك السيف بسهولة جدا وان هو ما حصلوش اي حاجة، وبيعرف ان ده الساموراي الاسطوري اللي هو كان مستنيه من 400 سنة. وبعد كده بنشوف ان ولدنا اصلا بيكون بيحاول ان هو يستخدم السيف
بس بيلاحظ ان السيف اصلا بيكون تقيل جدا، فالعجوز ساعتها بيقرب منه وبيقرر ان هو لازم يدربه علشان يقدر ان هو يستخدم السيف ده بشكل كويس وان هو يكون الساموراي الاسطوري المنتظر. وولدنا بنشوف ان هو بيكون مغرور جدا وبيقرر ان هو لازم يستخدمه من غير اي تدريب، ولما بيكون بيحاول ان هو يستخدم قوة البرق بنشوف ان هو ما بيعرفش يعمل بيه اي حاجة، ومايموتو بيقول له ان انت لازم علشان تقدر ان انت تستخدم قوة الرعد الموجودة في السيف فانت لازم تروض قوة الحاكم اللي موجودة جوه السيف. وولدنا هيبقى بيبتدي ان هو يشيل السيف مرة تانية وبيكون بيبتدي ان هو يركز علشان يروض قوة حاكم الرعد اللي موجودة جواه، وبنشوف فعلا ان قوة ملك الرعد بتبتدي ان هي تطلع من السيف، والسما حرفيا بنشوف ان هي بتبتدي تضلم والرعد بيطلع من كل حتة. بس بيكون واضح ان ولدنا اصلا فشل ان هو يروض ملك الرعد علشان بنشوف ان ولدنا هيبقى اصلا بيتحول لشيطان وبيكون عمال يصرخ ومش قادر ان هو يسيطر على السيف ابدا. وبعد لما ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيتحول لشيطان بنشوف ان هو على طول بيهجم على عجوز مايموتو وساياكا، بس بيقدر ان هم يفادوا الضربة بتاعته بكل صعوبة. وساعتها مايموتو بنشوف ان هو بيقرر ان هو لازم يتحدى ملك الرعد ويهزمه علشان بس ان هو يرجع ولدنا هيبقى لحالته الطبيعية. وفعلا ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيهجم عليه بقوة الرعد وبيديله ضربة قوية جدا، بس واضح ان العجوز مايموتو ده شبح وبيكون قادر ان هو يهرب من الهجمات بتاعته كلها وبيديله ساعتها ضربة قوية جدا، وبسبب كده فولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيفقد السيطرة على السيف وبيرجع بعد كده لحالته الطبيعية وبنشوف ان هو بيغمى عليه. وفي الوقت نفسه بنشوف ان الولد اونيمارو المعفن بيكون لها خريطة، والخريطة دي بيكون فيها معلومات عن سيف ملك الرعد، وبيقرر ساعتها ان هو لازم يجيب سيف ملك الرعد معاه علشان يضمه للمجموعة بتاعته. وبنشوف ولدنا بعد كده بيفوق من الغيبوبة اللي هو كان فيها، والعجوز ما يموت ساعتها بيقول له ان ملك الرعد قدر ان هو يهزمك وان انت ما قدرتش ان انت تسيطر عليه وان انت ما قدامكش اي خيارات غير ان انت لازم تهزمه وتروضه او هو ساعتها اللي هيروضك ويسيطر عليك، وساعتها فانت هتتحول لشيطان. وبيقول لهم ان ملك الرياح اصلا قدر ان هو يسيطر على ولا اونيمارو، فعلشان كده انتوا كنتوا شفتوه في هيئة العفريت. وولادنا هيبقى ساعتها بنشوف ان هو بيمسك السيف مرة تانية وبيقرر ان هو لازم يتمرن كويس علشان يقدر ان هو يهزم ملك الرعد ويسيطر عليه ويواجه اونيمارو ويقدر ان هو يهزمه في العركة بتاعته. وبس كده يا سيدي، يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا، وتنساناش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا وتنساش تكتب لي 50. وبنشوف ان الولد اونيمارو بعد كده بيكون عمال يعمل تعويذه وده عشان يستدعي 8 عفاريت المساعدين بتوع ملك الرياح، ولما بيستدعيهم بيطلب منهم انهم لازم يساعدوه عشان يلاقي سيف ملك الرعد. والثمان شياطين كمان بنشوف ان هم بيستدعوا المساعدين بتوعهم وبيكونوا عمالين يقسموا نفسهم لشويه مجموعات علشان يدوروا في كل اماكن الكوكب ويقدروا ان هم يلاقوا سيف ملك الرعد. واونيمارو الاجرع بيقول لهم وبيقعد يحذرهم ان انتوا لو ما لقيتوش سيف ملك الرعد فانا هخبركم. وبنرجع لولدنا هيبقى بعد كده وبنشوف ان هو بيكون عمال يتدرب على ايد العجوز ماياموتو، واول تدريب ليه بنشوف ان هو بيكون بيحاول ان هو يمشي على الميه، بس ولدنا العبيط اول ما بيحاول طبعا بيقع على طول، والعجوز ساعتها بيكون عمال يضحك عليه وهيبقى ساعتها بيقول له ما انت عبيط يا عم، هو في اي حد يقدر ان هو يمشي على الميه؟ فالعجوز ماياموتو بيقول له ايوه يا ريس، انت ممكن تمشي على الميه لو خففت جسمك وعقلك وخليتهم بخفه الرياح، وبيوري له بعد كده مثال ان هو بيقدر ان هو يمشي على الميه بكل خفه وسرعه. ساعتها ولدنا هيبقى بيقول له الله ينور عليك يا ريس، وانا ممكن اقدر ان انا اوصل للمستوى بتاعك ده. فما يموت العجوز بيقول له ايوه يا ريس انت تقدر لو ركزت شويه. ولما ولدنا بيحاول مره كمان بنشوف ان هو كالعاده بيسقط في الميه، فالبنوته ساكه بنشوف ان هي بتزهق منه وبتقرر ان هي لازم تتحرك علشان تروح تحضر العشاء وان هي تعمل اي حاجه مفيده. وبنروح بعد كده للبرلمان في طوكيو وبنشوف ان مره واحده الباب بيتكسر عليهم وبيخش الاجرع اونيمارو هو وجيش الشياطين بتوعه وبيقعد يقول لهم ان انا الحاكم الجديد بتاعكم وان انتوا لازم تسمعوا الاوامر اللي هقولها لكم. بس الشرطه ساعتها بتحس ان هو عبيط ومجنون فبيقعدوا يضربوا عليه نار، بس السفاح بيصد كل حاجه بالدراع اللي هو لابسه وبيديهم ضربه بالسيف اللي معاه بنشوف ان هو بيكسر البرلمان على اللي فيه. وبنرجع لولدنا يبقى وبيكون واضح ان هو فشل في اول تدريب ليه، والعجوز ما يموت وبيقول له ولا انت ما عندكش اي صبر، وبيقول له ان انت خلقك ضيق زي ابوك. فساعتها ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يساله بيقول له هو ابويا فعلا كان قوي، فبيقول له ساعتها ان ابوك ده اصلا يعتبر اقوى ساموراي وكان مبارز سفاح وكان عنده مهاره ما بتظهرش غير مره كل 400 سنه، بس للاسف كانت مشكلته دايما دماغه ما كانش بيسمع كلام اي حد وكان دايما متسرع وبيعمل اللي في نافوخه بس. والعجوز ما يموت ساعتها بيكون عامل جراب للسيف بتاع ملك الرعد وبيقول له ولا قصير انا مش عاوز ان عضلاتك تسبق مخك ولازم ان انت تفكر قبل ما تاخد اي قرار، وبيقعد يقول له ان احنا مش هنروح ناكل اصلا غير لما تعدي الاختبار الاول بتاعك وتقدر ان انت تمشي على الميه. وبنروح بعد كده للبنوته سايكا وبتكون عماله تحضر العشاء، بتسمع ساعتها ان في حد بيكون واقف بره وبيكون عمال ينادي على اي حد موجود، ولما بتخرج بتلاقي ان في بنوته جميله وبيكون معاها واحد من الشياطين الثمانيه اللي كان استدعاهم الاجرع اونيمارو، وبيسالوا البنوته سايكا لو هي تعرف اي معلومات او حتى مكان سيف ملك الرعد، وطبعا بيكونوا عمالين يتكلموا معاها بشكل كويس وبيكونوا مش عاوزين ان هم يقولوا اي حاجه عن نفسهم. والبنوته سايكا بنشوف ان هي بكل عبط بتدلدق لهم بكل حاجه وبتقول لهم ان السيف اصلا مع ولدنا هيبقى دلوقتي وان هو دلوقتي اصلا قاعد بيتدرب مع العجوز ماياموتو وان
هم جايين كمان شويه علشان يطفحوا، وبنشوف ان هي بتستضيفهم جوه كمان لحد ما ولدنا ايبا يجي، وهم قاعدين بياكلوا بنشوف ان ولدنا ايبا والعجوز مايموتو بيحضروا، وساعتها البنوته سايكا بتكون عماله تقول للعجوز مايموتو ان البنوته الحلوه دي بتكون عماله تسال عليك، وطبعا هو اول ما بيشوفها بنشوف ان هو بيبلم، بس الشيطان اول ما بيشوف ان ولدنا ايبا اصلا مع السيف على طول بنشوف ان هو بيضربه بلسانه وبيطيره، وبيقول له ان انت لازم تيجي بالسيف اللي معاك، وبيبتدوا بعد كده ان هم يعرفوا ولدنا ايبا عن نفسهم، وبيقعدوا يقولوا ان احنا اصلا نعتبر من الشياطين الثمانيه، وبنشوف ان الشيطان السلحفاه بيكون اسمه جيرو، والشيطان التعبان بيكون اسمها جوليا، وولدنا ايبا والبنوته سايكا بنشوف ان هم بيكونوا عمالين يضحكوا على الاسامي العبيطه دي، فالشياطين على طول بنشوف ان هم بيتعصبوا على الاخر وبيستدعوا اتباعهم، والبنوته سايكا اول ما بتشوف ان عددهم بقى كتير بتقعد تقول لولدنا ان كفايه ضحك علشان شكل الموضوع هيقلب جد، بس ولدنا العبيط بنشوف ان هو بيكون عمال يضحك زي المتخلف، وبيكون عمال يهجم عليهم وهو عمال يضحك، بس الغريب اللي بنشوف ان هو اصلا هو عمال يضحك بيكون عمال يضرب فيهم واحد ورا التاني، وبنعرف ان التقنيه دي اصلا بيكون اسمها تقنيه الضحك، ودي هدفها اصلا ان هو يستفز الخصوم بتوعه علشان بس ان هو يشتت الانتباه بتاعهم ويقدر ان هو ينتصر عليهم، والعجوز مايموتو بيكون مستغرب ان ولدنا هيبقى سفاح وان هو عنده مهارات كتير جدا، وبيقعد يقول اصلا ان دي تعتبر مهارات الساموراي الاسطوري اللي انا عمال ادور عليه، والشيطان جوليا بنشوف ان هي بتتعصب من ضحك ولدنا وبتروح تهجم عليه، بس العجوز مايموتو بنشوف ان هو بيتدخل وبيقدر ان هو يلحق ولدنا يايبا، وبيقعد يقول لولدنا ان انت لازم تبطل ضحك وان انت لازم تركز علشان تقدر تعمل حاجه في المعركه دي، وبيكون في مجموعه من مساعدين الشياطين متجمعين حوالين البنوته ساياكا وبيكونوا عاوزين ان هم يضربوها، فبتقعد تقول لهم ان انتوا لازم ما تستخفوش بيها يا حيوانات علشان انا بنوته، بس واحد من الشياطين بنشوف ان هو بيقدر ان هو يكتفها، فالبنوته على طول بتتعصب اول ما حد بيلمسها وبتديهم على طول علقه محترمه، وفي الوقت اللي بيكون في العجوز ميموت قاعد بيقاتل الشيطانه جوليا بنشوف ان الشيطان جيرو بيقدر ان هو يكتف ولدنا وبيسحبه وبيكسر له ساعتها السيف الخشب اللي معاه، وبيكون بيحاول ان هو يسرق سيف ملك الرعد من ولدنا بالعافيه، فساعتها ولدنا بيقول ان ما بدهاش بقى وبيطلع السيف من الجراب بتاعه، وللاسف ولدنا اول ما بيطلع السيف بنشوف ولدنا يبقى بيبتدي ان هو يتحول وبيطلع البرق والرعد من السيف اللي معاه، فالعجوز ميموت بنشوف ان هو على طول بيجري عليه وبيديله ضربه في دماغه علشان بس ان هو يفقد الوعي، بس المره دي بنشوف ان ولدنا يبقى بيقوم مره تانية وبيهجم بسيف ملك الرعد وبيضربهم ضربه قويه جدا، وبسبب الضربه دي فبيولع في البيت بتاع العجوز ميموت وبيكون عمال يهجم على كل اللي موجودين حواليه، والعبيط بيكون مش قادر ان هو يفرق ما بين اي حد، وولدنا يبقى بيكون متعصب على الاخر وبيهجم على الشيطان جيرو علشان ان هو يخلص عليه، بس العجوز ميموت بنشوف ان هو بيتدخل في اللحظه الاخيره وبيقدر ان هو يصد الضربه بتاعته، وميموت ساعتها بيقعد يقول للشياطين احنا لازم ان احنا دلوقتي نعمل هدنه لحد بس ما نرجع ولدنا يبقى لحالته الطبيعيه، علشان احنا لو كلنا حاولنا ان احنا نتحداه وهو في الهيئه دي فاحنا مش هنقدر ان احنا نعمل له اي حاجه وساعتها هيخلص علينا كلنا، وفعلا بنشوف ان هم كلهم بيتعاونوا مع بعض، وبنشوف ان العركه بتكون قويه جدا ما بين ولدنا يايبا وما بين العجوز مايموتو وبيكون معاه الشيطان جيرو، بس بيكون واضح ان قوه ولدنا بتكون كبيره جدا ومحدش قادر يعمل معاه اي حاجه، فالعجوز ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يفكر وبتجيله خطه، وهي ان الشيطان جيرو ساعتها هيشتت انتباهه وهو ينط عليه من فوق لحد ما يديله ضربه قويه تانية علشان بس ان هو يخليه يفقد الوعي، وفعلا بتشوف ان الشيطان جيرو بيكون عمال يهجم عليه وبيكون بيمسك السيف بتاع ولدنا بلسانه، والعجوز مايموتو بنشوف ان هو بينط من فوق وبينزل على السيف ده بضربه قويه جدا، بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتوقعها وبيصدها، بس بسبب قوه التصادم بتاعتهم بنلاقي ان الحجر اللي موجود جوه سيف ملك الرعد بيقع، فساعتها السيف بنشوف ان هو بيفقد قوته وبيرجع ولدنا يبقى لحالته الطبيعيه، وطبعا ولدنا بيكون مش فاكر اي حاجه خالص من اللي كان قاعد بيعملها، والعجوز العبيط بنشوف ان هو بيحضن الشيطان جيرو، بس على طول بنشوف ان هم بيفتكروا ان هم اعداء في الاخر، وولدنا يبقى بيكون قرر خلاص ان هو هيكمل قتال ضد الشيطان جيرو، وقبل ما ولدنا يهجم اصلا على الشيطان بيتفاجئ ان الحجر اللي كان موجود جوه السيف كان وقع، وبيكون مش عارف هو راح فين، فبيلاقي ان الحجر اصلا بيكون موجود مع البنوته سياكا، والشيطانه جوليا بتكون بتحاول ان هي تاخدها منها، وفي الاخر بتقدر ان هي تاخد منها الحجر السحري، وبتطلب من ولدنا يابا ان هو لازم يسلمها السيف، وبتطلب من الشيطان جيرو ان هو لازم يخلص عليهم، بس الشيطان جيرو بنشوف ان هو بيكون رجوله وجدع وبيفتكر اصلا ان العجوز ما يموت وكان انقذه من الموت، فبيرفض ان هو يتدخل في العركه اللي هتدور دي، فالشيطانه جوليا بتقعد تقول له ان انت جبان يا ولا جبان، ونشوف ان هي بتهجم عليه، بس ولدنا السفاح هيبه بنشوف ان هو بيتدخل وبيدافع عنه وبيطلب منه ان هو لازم يهرب قبل ما يموته بنفسه، وبعدها ولدنا هيبه بنشوف ان هو بيقعد يستفز الشيطانه جوليا وبيقول لها ان انت لو عاوزه السيف فانت لازم تيجي تاخدي بنفسك، وبيطلع يجري بعد كده جوه الغابه تعبانه بنشوف ان هي بتطلع تجري ورا ولدنا وبتكون متعصبه على الاخر، وساعتها ولدنا هيبه اصلا بيكون عمال يجري جوه الغابه وبيقابل مجموعه من الشياطين فبيقوم مخلص عليهم، وبعد كده بيدور قتال قوي جدا ما بين الشيطانه جوليا وولدنا هيبه، وكل لما ولدنا هيبه بيكون بيحاول ان هو يهجم عليها
الشيطانة جوليا السفاحة بنشوف إن هي بتقدر إن هي تصد الهجوم بتاعه، وكعادة ولد نايبة بنشوف إن هو ما بيرضاش إن هو يستسلم وبيطلع يجري عليها للمرة ال90. بس السفاحة بنشوف برضه إن هي بتقدر تصد الهجوم بتاعه، بس المرة دي بنشوف إن السيف بيطير من إيده وبيكون عمال يلف بشكل دائري، فولدنا أصلا بيكون مستغرب إن السيف ده قاعد بيلف كده ليه. وفجأة بنشوف إن في 2 من الشياطين بيظهروا ورا ولدنا وبيكونوا بيحاولوا إن هم يهجموا عليه ويغفلوه، بس ولدنا السفاح بنشوف إن هو بيروح هادف السيف عليهم بيكسر الأسلحة بتاعتهم بالشجرة اللي وراهم، فولدنا بيكون فرحان جدا بالحركة الدائرية بتاعت السيف دي. والعجوز مايموتو بيعرف إن دي أصلا تعتبر تقنية جديدة كان ولدنا اتعلمها، وبنشوف ولدنا يبقى بيكون عمال يجري ورا الشياطين في الغابة، وحرفيا بنشوف إن هو بيكسر الغابة على دماغهم. ولما بيخلص عليهم ولدنا بيلاحظ إن الشيطانة جوليا بتكون بتحاول إن هي تهرب، فبيجري على المية بسرعة جدا علشان يقدر إن هو يروح لها للناحية التانية، وبيكون مش واخد باله إن هو قادر إن هو يتعلم التقنية دي بكل سهولة، وولدنا يبقى بيكون في الهوا بيكون مستعد إن هو خلاص يهجم عليها. فالشيطانة جوليا بنشوف إن هي بتحط السلاح بتاعه وبتحاول إن هي تصد الهجوم بتاعه، بس العجوز مايموتو بنشوف إن هو بينبهه وبيقول له إن أنت لازم تستخدم تقنية الإعصار في السلاح بتاعك، وفعلا بنشوف إن ولدنا يبقى بيسمع كلامه وبيستخدم تقنية الإعصار، وبينزل على الشيطانة دي بنشوف إن هو بيقسمها نصين وبيرجع بعد كده الحجر مرة تانية، وبيعرف إن الشيطانة دي أصلا قبل ما تتحول كانت تعبان صغير، وبيقعد يتنمر عليها وبيقول لها إن أنت لو كنت جيتي مرة تانية فأنا هسلخك وأطبخك. وبالليل وهم قاعدين بنشوف إن هم بيشوفوا على الموبايل بتاع البنوتة ساياكا إن الأجرع أونيمارو العبيط كانت تحمل برلمان، وكان طلب أصلا منهم إن هو لازم يحكم العالم كله دلوقتي، فبيعرفوا إن الحوارات دي أصلا أفعال ملك الرياح. وساعتها ولادنا بنشوف إن هو بيتحمس علشان يقدر إن هو يسيطر على سيف ملك الرعد ويقدر إن هو يتحدى الأجرع وإن هو يهزمه. فالعجوز مايموتو بنشوف إن هو بيقعد يقول لهم إن الحل يعتبر موجود في جزيرة اسمها جانزو، وهناك أكيد هنلاقي الطريقة اللي ولدنا يابا يقدر إن هو يسيطر على سيف ملك الرعد. وبالليل بنشوف ولدنا يابا وبيكون نايم وبيكون عمال يبص على السيف أصلا وبيكون متحمس جدا، وبيقعد يقول يا ترى أقدر إن أنا أسيطر على السيف ده في يوم من الأيام. وتاني يوم بنشوف إن هم بيتحركوا ناحية جزيرة جانزو، بس هم في طريقهم بنشوف إن في نحلة بيكون شكلها غريب جدا بتكون عمالة تراقبهم، وبنروح بعد كده للمقر الجديد بتاع الولد الأجرع أونيمارو، وبنشوف إن الأجرع ساعتها بيكون قاعد بيتكلم مع واحد من الشياطين ال8 اللي بنعرف أصلا إن هو بيكون أذكى واحد فيهم، وبيكون عبارة عن عنكبوت، وبيكون عمال يطمن الولد الأجرع أونيمارو وبيقول له إن أنا مش عاوز إن أنت تقلق، أكيد الشياطين اللي إحنا كنا بعتناهم علشان ياخدوا سيف الرعد من ولدنا يايبا أكيد إن هم قدروا إن هم يقلبوه منه بكل سهولة. بس لما بيعرض اللي حصل قدام الولد الأجرع أونيمارو بيظهر إن هم كانوا خدوا علقة محترمة، فساعتها بنشوف إن هو بيقعد يعتذر وبيكون مش عارف هو يقول إيه أصلا، وبيقول له خلاص يا ريس أنا عاوز بس إن أنت تسيب الموضوع ده عليا وأنا هبعت لهم دلوقتي شيطان يقدر إن هو يقلبهم في السيف. وفعلا بنشوف إن في وحش عملاق بيظهر قدام ولدنا يايبا وبيقعد يقول ان انا اقوى واحد في الشياطين ال8 وان انا جاي اصلا علشان اخد السيف. وبنشوف ولدنا هيبقى بعد كده بيكون عمال يتنطط على عينيه وبيقعد يقول للوحش ده ان انت ضعيف جدا وان انت مستحيل تقدر تصيبني باي حاجه. وبنشوف ان هو بيطير الجد موساشي والبنوته ساياكا، وساعتها الجد بنشوف ان هو بيروح رامي كاس الملح في الهواء وبيطلب من ولدنا هيبقى ان هو لازم يستخدم مهاره سيف الاعصار، وفعلا ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يقطع كاس الملح وبيقعد يرشها على الحلزون، وبسبب كده بقى بنشوف ان الوحش حجمه بيكون صغير جدا وبيترعب منهم وبيسيبهم وبيمشي. ولما الاجرع أونيمارو هو كمان بيشوف ان الحلزون كان خسر من ولدنا يايبا بيتعصب من الشيطان العنكبوت وبيقول له ان انت لازم تتصرف بسرعه، فالعنكبوت ساعتها بيقول له ما تقلقش علشان انا محضر خطه ملهاش حل وهقدر ان انا اقلب السيف بسهوله. وبنشوف مجموعه بعد كده من الشياطين بتكون ظهرت وبيكونوا بيهددوا مدير صاحب منتجع سياحي، وبنرجع لولدنا يايبا بعد كده بيكون ماشي في الشارع هو واصحابه، بيجي لهم ساعتها المدير اللي كان اتهدد من الشياطين وبيقول لهم ان انتوا كنتوا كسبتوا رحله عندنا في المنتجع وده بشكل مجاني، وبيقعد يقول لهم ان المنتجع عندنا الاكل فيه ببلاش وكمان فيه ينابيع ساخنه وانها كده هي هتعجبكم جدا. وفعلا بنشوف بعد كده جدو موساشي والشيطان جيرو بيكونوا قاعدين بيستجموا في الينابيع السخنه، بس ولدنا طبعا بيكون ماسك السيف زي العبيط وقاعد بيتدرب ومش عاوز يضيع اي وقت، والجد موساشي ساعتها بيطلب من الشيطان ان هو لازم يوقع ولدنا في الميه، وفعلا بنشوف ان الشيطان جيرو بيقدر ان هو يوقعه بكل سهوله. فموساشي ساعتها بيقول له طالما انت مش قادر ان انت تسيطر على التوازن بتاعك فانت اكيد مش جاهز علشان تسيطر على سيف ملك الرعد. فولدنا يبقى بنشوف ان هو بيتعصب جدا وبيقول له ان انا مش هستسلم وان انا هفضل اتدرب لحد ما اقدر اهزم الولد أونيمارو ده بكل سهوله. وبنروح بعد كده للبنوته سايكا وبنشوف ان هي بتكون قاعده بتستحمى في الينابيع الساخنه، بتحس مره واحده بحركه وبتكون حاسه ان في حد اصلا بيقعد يراقبها، وبتبتدي بعد كده ان هي تشك في ولدنا المؤدب يايبا على اساس ان هو بيبص عليها، وعلشان كده ولدنا يايبا لما كان قاعد بيتدرب بالسيف بنشوف ان هي مره واحده بتهدف وبتجردل في دماغه وبتقعد تقول له يا معفن انا مش عاوزاك ان انت تقعد تبص عليا كل شويه. فولدنا بيقول لها انا لا استفيد ايه وليا ان انا ابص عليكي، بس بيكون واضح اصلا ان الجد موساشي
الوحش هو اللي منحرف وهو اصلا اللاعب بيبص، فبنشوف ان هي بتحمر له خده بالكفوف. وبيجي وقت الاكل وبنشوف ان البنوته بتقرر ان هي تعاقب الجد وولدنا يايبه، وبتخلي كل واحد منهم ياكل طبق رز واحد بس، وبتتنقل بينا الصوره للشياطين اللي بتراقبهم، وبنشوف ان هم بيكونوا قاعدين بيحضروا اي خطه علشان يقدروا ان هم يخطفوا السيف من ولدنا يايبه، وبيقعدوا يقولوا ان احنا اصلا مش عاوزين ان احنا نخش في حركه مباشره معاه علشان واضح كده ان هو قوي جدا، ولازم ان احنا نحاول ان احنا نخدعه علشان ناخد منه السيف. وفعلا بنشوف ان هم بيوصلوا في الاخر لخطه ذكيه جدا، وبيبعتوا مدير الفندق علشان يبلغها لولدنا يايبه. وفعلا المدير بنشوف ان هو بيروح لهم وبيقعد يقول لهم ان احنا عندنا اختبار شجاعه، واللي هينجح فيه فهو هياخد جايزه كبيره جدا. والمدير بيقول لهم ان احنا هنختبر شجاعتكم عند الينبوع السخن الحار، ولو قدرتوا ان انتوا تعدوا الاختبارات اللي فيه فانت هتاخد ساعتها جايزه كبيره جدا. وبيقعد يقول لهم ان انتوا حتى لو ما نجحتوش في الاختبار ده فالينبوع الاسطوري ده يعتبر ان الميه بتاعته علاج وكويسه جدا. والجد ساعتها بنشوف ان هو بيقول لولدنا يابا ان انت لازم تاخد البنوته سايكه معاك، ولازم ان انت تاخد بالك كويس جدا منها. وبنشوف ان هم فعلا بيتحركوا بعد كده على الينبوع الاسطوري، والبنوته سايكه طبعا بنشوف ان هي بتكون مرعوبه جدا. وبيظهر ساعتها واحد من الشياطين وبنشوف ان هو بيكون شبه نجمه البحر، وبيقول لهم ان انا بس شغال هنا وان انا جاي عشان اقول لكم التعليمات بس، وبيقول لهم ان القواعد ان انتوا لازم تمشوا في الممر ده لاخره، وده غير ما انتوا ما تبصوا حواليكم او ترجعوا لنفس الطريق مره تانية. والشيطان ساعتها بيطلب من ولدنا ان هو لازم يسلم السيف اللي معاه، وبيقول ان انت ممنوع تخش الارض دي باي سلاح. بس ولدنا طبعا بنشوف ان هو بيرفض ان هو يسلم السيف، وبيقول له ان انا بس هشيله في الجراب بتاعه وان انا مش هستخدمه. والشيطان بنشوف ان هو بيتعصب عشان المحاوله الاولى بتاعته كانت فشلت، وبيقعد يقول لزمايله ان انتوا ما تقلقوش، انا كده كده مجهز اكتر من فخ علشان نقدر ان احنا ناخد منه السيف، وده من غير ما نخش في اي عركه معاه. وهم ماشيين في الممر بنشوف ان هو بيشوف شخص ملثم بيكون قاعد وبيكون عمال يطلب منهم المساعده علشان رجله يعتبر ان هي مكسوره. وبنعرف بعد كده ان ده اصلا واحد من الشياطين وكمان متنكر، وبيكون بيحاول ان هو يخدع ولدنا عشان يقلبه في السيف. ولما ولدنا هيبقى بيقرب منه بيقول له ان انا بس اساعدك ازاي، بيقول له بس انت لازم ان انت تسندني عشان تروحني البيت علشان انا بس رجلي اتكسرت. بس ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيقول له ان انت حجمك يعتبر ضخم جدا وانا مش هقدر ان انا اسندك، وبيقعد يقول له وانت ليه راسك تخينه كده. فعلى طول بنشوف ان الشيطان بيتعصب وبيروح كاشف عن نفسه، وبيقول له ان انا اخيرا نجحت ان انا اضحك عليك وكمان اوقعك في فخي، وبيقول له كمان ان انا عندي مخالب قويه جدا تقدر ان هي تقطع اي حاجه، ولازم ان انت تستعد علشان انت هتموت دلوقتي. بس ولدنا على طول بنشوف ان هو بيروح مديله واحده بالسيف ونزل بيها على دماغه، وحرفيا بنشوف ان هو بيرقده. وساكا ساعتها بتكون عماله تزعله وبتقول له ولا انت كنت قلت ان ممنوع ان احنا نستخدم السيف، فبيقول لها ان انا ما كنتش طلعت السيف اصلا من الجراب وان انا استخدمته وهو مقفول. وبنشوف ان شيطان نجمه البحر بيكون متضايق علشان الخطه بتاعته كمان فشلت، بس بيكون عنده امل ان باقي الخطط بتاعته ان هي تنجح وان هم يقدروا ان هم يقلبوا السيف بتاع ولدنا. وبيخش بعد كده ولدنا هيبه والبنوته ساكا ممر غريب جدا وبيكون مربوط فيه شويه اكل، وبنعرف ان الاكل ده بيكون طعمه وريحته وحشين جدا، وبيكونوا مش عارفين ليه الفسيخ ده مربوط بالشكل ده. وشيطان نجمة البحر بنشوف ان هو بيكون ماشي وراهم، وبنعرف ان في شيطان اصلا بيكون رابط نفسه زي الاكل ده علشان لما ولدنا هيبقى اصلا يعدي من تحتيه يقدر ان هو يخطف منه السيف من غير ما يحس. بس الشيطان بنشوف ان هو بيتفاجئ لما بيلاقي ان الشيطان الدودة اصلا مرمي على الارض، وولدنا يعتبر اصلا دايس عليه، وهو كمان يعتبر فشل في المهمة بتاعته. وبيخش بعد كده على المرحلة الأخيرة، وأول لما بيخشوا بيلاقوا إن في يافطة بيكون مكتوب عليها إن أنت لازم تسلم السيف بتاعك. وولدنا العبيط زي المغفل على طول بنشوف إن هو بيحط السيف بتاعه، والبنوتة سايكة بنشوف إن هي بتقعد تقول لا أنت متخلف يالا إزاي تحط السيف بتاعك كده بكل سهولة. وشيطان نجمة البحر أصلا بيكون مبسوط جدا وعمال يقرب منهم وعمال يضحك عليهم، وبيقول له ان انا اخيرا قدرت ان انا اخدعك علشان اخد السيف منك. ولما ولدنا بيكون بيحاول ان هو يسحب السيف بنشوف ان هو ما بيقدرش، والشيطان بيقول له ان انا كنت استخدمت اجود انواع الفولاذ علشان اخليك بس ما تقدرش ان انت تسحب السيف بتاعك. وبنشوف ان بقى الشياطين بيتجمعوا وبيستعدوا هما الثلاثه علشان يتحدوا ولدنا يبقى هو من غير السيف. وعلى طول بنشوف ان شيطان نجمة البحر بيحاول ان هو يهجم عليه، بس ولدنا اصلا بيكون بيحاول ان هو يسحب السيف بكل قوته، وبيفضل يقاوم لحد ولدنا بنشوف ان هو بيقدر ان هو يرفع الصخره نفسها كلها بالسيف، وبيروح خابطها في شيطان نجمة البحر بنشوف ان هو بيطيره. وبيتفاجئوا ان ولدنا كان قدر ان هو ياخد بعد ما كان كسر الحجر الكبير. وبعد كده بنشوف ان الثلاث شياطين بيتحدوا تاني وبيطلعوا يهجموا على ولدنا عيب علشان يخلصوا عليه، بس مره واحده بيكونوا بيلاحظوا ان الارض اصلا يعتبر ان هي بتتكسر من تحتهم، وبنعرف ان ولدنا اصلا بعد ما كان كسر الصخره الضخمه بيطلع ينبوع من تحت الارض بيكون قوي جدا، وحرفيا بنشوف ان هو بيطيره. وبعدها بنشوف ان الثلاث شياطين بيصحوا من النوم وبيتفاجئوا اصلا ان ولدنا هيبقى هو واصحابه بيكونوا قاعدين قدامهم، وطبعا كل اللي في دماغ الشياطين ان هم يتعالجوا علشان يقدروا يهجموا بعد كده على هيبه واصحابه، وبيكونوا مرعوبين وبيقعدوا يقولوا لولادنا هو انتوا عاوزين مننا ايه. فولادنا يبقى بنشوف ان هو بيقعد يقول لهم ان احنا اصلا مش هنعمل فيكم اي حاجه. والبنوته ساكه بنشوف ان هي بتقول لهم ان الشيطان جيرو كان قال لنا ان انتوا يعتبر ان انتوا شياطين طيبين جدا، فعلشان كده احنا كنا قررنا ان احنا هنعالجكم وان احنا كمان نسامحكم. فبنشوف ان الثلاث شياطين بيقعدوا يعيطوا
علشان دي يعتبر إن هم أول مرة حد يعملهم بشكل كويس، وبنشوف إن هم بيوعدوا إن هم مش هيعملوا أي حاجة تاني شريرة بعد كده، وبنشوف إن ولدنا هيبقى كمان بيقعد يهددهم وبيقول لهم إن أنتوا لو كنتوا رجعتوا لأعمال الشر مرة تانية فأنا هاجي لكم ساعتها أعمل من وراكم شاورما. وبنشوف بعد كده إن الشيطان العنكبوت أصلا بيكون عمال يراقبهم من بعيد، وبيكون محرج جدا قدام الأجرع ونيمارو علشان الشياطين كمان اللي هو كان بعتها كمان فشلت وما قدروش إن هم ياخدوا السيف، وبيكون عمال يحاول إن هو يقنع الولد نيمارو إن هو يديله فرصة كمان. بس بنشوف إن نيمارو الأجرع بيتعصب جدا وبعد كده بيطلع السيف بتاعه وبيقول إن أنا لازم إن أنا أعتمد على نفسي وإن أنا هستدعي أقوى راجل عندي. وبينزل بعد كده قدامه تابوت بيكون شكله غريب جدا وبيخرج منه شيطان وبيكون شكله مرعب، وبيقول له نيمارو إن أنا مستعد إن أنا أعمل كل الطلبات بتاعتك. فنيمارو ساعتها بيطلب منه إن هو لازم يجيب سيف ملك الرعد من ولدنا يايبا. فالشيطان بيقعد يضحك وبيقول إن الموضوع ده يعتبر إن هو سهل جدا، وبيروح مكسر التابوت بعد كده وبيروح طاير في الهوا وبيتحرك على ولدنا يايبا. وبنرجع بعد كده لولدنا وصحبته وبنشوف ان هما بيكونوا قاعدين بيلغوا في ايس كريم، والبنوته ساكا بنشوف ان هي بتكون مبسوطه جدا بالاكل ده وعماله تاخد صور سيلفي، ولما بيكونوا بيتصوروا بيكونوا مبسوطين على الاخر. بيظهر لهم العفريت الحلزون مره تانية وبيقعد يقول لهم ان انتوا اوعوا تفتكروا ان انتوا قدرتوا ان انتوا تهزموني المره اللي فاتت. فالعجوز ساعتها بيقعد يتنمر وبيقول ان انتوا لازم تجيبوا كاس الملح عشان نرشها عليه. بس المره دي لما بنشوف ان ولدنا بيرش عليه كاس الملح بنشوف ان الحلزون مره واحده دخل استخبى في القوقعه بتاعته وبيقعد يتنمر على ولدنا يابا، بيقولوا ان انت مش هتقدر تعمل معايا اي حاجه طول ما انا مستخبي جوه. بس ولدنا يابا بنشوف ان هو بيقعد يضحك عليه وبيستخدم بعد كده مهاره سيف الاعصار، وبنشوف ان هو حرفيا بيشق القوقعه نصين. ولدنا بيكون عمال يضحك وبيكون مستغرب قوه سيف الاعصار وبيقول ان انا اكيد هقدر ان انا اهزم الاجرع اونيمارو بكل سهوله. بس فجاه بنسمع صوت حد بيقعد يقول له ان انت مستحيل تقدر ان انت تهزمه، وبنشوف فجاه ان الشيطان اللي كان استدعى الولي اونيمارو بيكون واقف فوق مبنى ضخم جدا، وبيبتدي ساعتها ان هو يعرف ولدنا يابا بنفسه وبيقول له ان انا واحد من الشياطين الثمانيه اللي اصلا بيخدموا الزعيم اونيمارو. والجد موساشي ساعتها بنشوف ان هو بيبتدي ان هو يحذر ولدنا يايبا وبيقول له ان الشيطان ده يعتبر ان هو قوي جدا، وبنعرف ان الشيطان ده اصلا بيكون متلقب باسم الرجل الخفاش. وبيقعد يقول لولدنا يايبا ان مفيش اي حد من حقه ان هو يستخدم سيف ملك الرعد غير سيدي الاجرع اونيمارو. وبنشوف ان هو بيفضل يستفز في ولدنا يايبا وبيقول له ان السيف ده اصلا يعتبر ان هو اطول منه. وبنشوف ساعتها ان العفريت بيقعد يقول له ان انت لازم تسلمني السيف ده بكل هدوء، ده لو انت حابب بس ان انت تفضل عايش. بس ولد بنشوف انه بيقعد يقول له لا تكثر يا ولد اقول لا تكثر، وبيقعد يقول له ان انا هستخدم سيف الرعد عليك. فالشيطان ساعتها بنشوف انه هو بيقعد يضحك وبنشوف انه هو ساعتها بيطلع السيف وبيتحرك على ولدنا بسرعه خارقه. بس ولدنا السفاح بنشوف انه هو بيقدر ان هو يتفادى الهجمه بتاعته، وبنعرف ساعتها ان الهجمه الاولى اصلا كانت عباره عن فخ لان هو بيقدر مره واحده ان هو يغير اتجاهه. وبنشوف ان هو بيتحرك على ولدنا بسرعه كبيره جدا وبيقدر ان هو يجرحه في ايده، وبيقع ساعتها ولدنا يابا على شيطان جيرو وبيكون مش مصدق ان هو اتصاب. وولدنا ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يقول له ان انت يا معفن بتغش وان انت كمان بتطير في العركه. فالشيطان بنشوف ان هو بيقعد يقول له يا معفن انت ما تفتحش بقك، ومش مشكلتي اصلا ان بشري عاجز زيك ما يقدرش ان هو يطير هو خصمي. بس ولدنا بنشوف ان هو بيتعصب جدا وبيروح منادي على الطائر صاحبه وبنلاقي ان هو بيروح رابط نفسه فيه علشان يقدر هو كمان انه يطير. فالشيطان بنشوف ان هو بيقعد يضحك عليه وبيقول له كويس ان انت قدرت ان انت تشغل دماغك، وعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيروح طاير عليه وبتدور ما بينهم معركه قويه جدا في الهواء. والجد موسى بنسمعه بيقعد يقول ان الشيطان ده اصلا يعتبر ان هو مش سهل ولازم ولدنا يبقى يكون حذر جدا في العركه معاه. وولدنا الغبي بنشوف ان هو بيقرر ان هو يستخدم مهاره سيف الاعصار في الهواء. بس ولدنا العبيط وهو قاعد بيلف السيف بنشوف ان هو بيكون عمال يقطع في الطائر وبيقعد يقول ان انا الهجمه دي مش هقدر ان انا استخدمها دلوقتي. والشيطان بنشوف ان هو بيهجم عليه بس ولدنا بيقدر ان هو يصد هجمه السيف بتاعه. وبعدها العفريت بنشوف ان هو بيديله بالرجل وحرفيا بيرقده، والعفريت بيكون خلاص بيستعد ان هو يهجم على ولدنا وان هو هيفنشه. بس في اللحظه الاخيره بنشوف ان الجد موساشي بيتدخل وبيقدر ان هو يصد الهجمه بتاعته. والجد موساشي بنشوف ان هو بيهجم بس العفريت بيقدر ان هو يتفادى هجمته، وبيتفاجئ ان الجد موساشي سفاح. والعفريت بيقعد يساله وبيقول له هو انت مين بالظبط. فالجد موساشي ساعتها بنشوف ان هو بيتغرب نفسه وبيقعد يقول له ان انا اعظم موساشي موجود في الدنيا وان انا احسن سيف موجود في التاريخ. فالشيطان ساعتها بيكون مش مصدق نفسه ان هو واقف قدام موساشي وبيقعد يقول له ان انت تعتبر الاب الروحي بتاعي وان انا كان نفسي اقابلك من زمان. وبنعرف ان دي اصلا كانت خدعه من العفريت، ومره واحده بنشوف ان هو بيقض في دماغه وبيقدر ان هو يحول العجوز لشيطان زيه. ولما بيروح الشيطان جيرو علشان يطمن عليه بيتفاجئ ان هو خلاص اتحول وان هو بقى عفريت. وبنرجع لولادنا يبقى اول ما بيفوق وبيفتح عينيه بيتفاجئ اصلا ان كل اصحابه كان خلاص اتحولوا لشياطين، والعفريت المعفن بيكون واقف قدامه هو واتباعه
وبيقعد يقول له ان انت من دلوقتي فانت مش هتقدر تهرب ولازم ان انت تسلمنا السيف. وبعدها بنشوف ان العجوز موساشي بيكون بيهجم على البنوته ساياكا، وكل ده علشان بس ان هو يحولها زومبي زيه. بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيتدخل وبيديله بالرجل بيهبده بعيد، وبينادي بعد كده على الطائر صاحبه، وبنشوف ان هو بياخدهم وبيطلعوا يهربوا. بس بنشوف ان العفريت المعفن برضه ما بيرضاش ان هو يحلهم، وبيكون عمال يجري وراهم وبيحاول ان هو يمسكهم. والطائر ساعتها بيعرف ان العفريت هيقدر ان هو يلحقهم بكل سهوله، فعلى طول بنشوف ان هو بيرمي ولدنا يايبا والبنوته سايكه في الميه، وبيجري يهاجم العفريت علشان يديهم شويه وقت يقدروا ان هم يهربوا فيه. بتتنقل بينا الصوره بالليل والعفريت بيكون متضايق ان هم قدروا ان هم يهربوا منه، بس كان قادر ان هو يحول الطائر لعفريت زيه. وبعد كده بنرجع لولدنا هيبقى والبنوته سياكا، وبنشوف ان هو بيكون عمال يطلب من البنوته ان هي لازم تديله الحجر السحري بتاع ملك الرعد، وبيقول لها ان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر ان انا اهزمه بيها. فبتقول له ان انا خايفه ان انا ادي لك الحجر وان انت ممكن تتحول لشيطان، وساعتها انت ممكن ما تقدرش ان انت تسيطر على نفسك او حتى ترجع ان انت تكون بني ادم مره تانية. فولدنا هيبقى بيقعد يقول لها ان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر ان انا اهزمه بيها. بس برضه البنوته سايكا بنشوف ان هي بترفض ان هي تديله الحجر، وفي اثناء كلامهم بنشوف ان العفريت كان قادر ان هو خلاص يعرف مكانهم ويجي لهم، وبيقعد يقول لهم ان انتوا المره دي مش هتقدروا ان انتوا تهربوا مني ابدا. فولدنا على طول بيطلب من البنوته سايكا ان هي لازم تهرب وان هي لازم تسيبه لوحده علشان يقدر ان هو يواجهه. بس مره واحده بيتفاجئوا ان هم اصلا متحوطين بمجموعه كبيره جدا من الشياطين، وان مفيش اي طريقه يقدروا ان هم يهربوا بيها. فعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيقول ما بدهاش بقى، وبيخش تدبيح في الشياطين واحد ورا التاني. ولما بيقرر ان هو يستخدم مهاره سيف الاعصار، العفريت بنشوف ان هو بيتدخل وبيخش يهبده في الارض، والعفريت بيقعد يتنمر عليه وبيقول له ان انا كنت قلت لك يا وزع ان انت مش هتقدر تهرب مني. بس فجاه بنشوف ان النمر صاحب ولدنا يايبا بيتدخل ويطير الشياطين وبياخد ولدنا يايبا والبنوته سياكا وبيطلع يجري بيهم، وبيدخلوا بعد كده جوه متحف وبيكون كبير جدا. ساعتها بنشوف ان ولدنا يايبا بيقلب لبس ساموراي معدني علشان يقدر ان هو يحميه اثناء العركه. بس هم جوه بيحسوا ان العفريت خلاص وصل لهم، وفعلا بنشوف ان الشيطان بيبتدي ان هو يخش الاوضه اللي هم موجودين فيها، وبيقدر ان هو يحدد مكانهم فين بالظبط، وبيعرف ان هم مستخبيين جوه دروع الساموراي. فبيهجم على درع فيهم وبنشوف ان هو بيقسموا النصين، وبيلاقي ان البنوته سايكا بتكون موجوده جوه. وولادنا هيبقى ساعتها بنشوف ان هو بيتدخل وبيقول ان دي فرصتي علشان اقدر ان انا اهزمك. في العفريت اصلا بيقول له ان انا يا اهبل انا كنت متوقع مكانك بالظبط، وعلى طول بنشوف ان هو بيهجم عليه وبيكسر له الدرع بتاعه اللي هو لابسه. بس لبس الساموراي بتاع ولادنا هيبقى بنشوف اصلا ان كان مستخبي فيه النمر كمان، ودي بتكون خدعه عاملينها علشان يقدروا ان هم يضحكوا على العفريت المعفن. وعلى طول بنشوف ان ولادنا هيبقى بيهجم عليه وبيديله ضربه قويه جدا، وبنشوف ان هو بيكسر له النضاره بتاعته، وتقريبا النضاره دي بتكون غاليه جدا على العفريت. وبنشوف مره واحده ان هو بيتعصب على الاخر وبيطلع ساعتها كل قوته، وعلى طول بنشوف ان هو بيختفي وبيظهر من ورا ولدنا، وبيروح مديله بعد كده ضربه قويه جدا بتروح مطيراه، وولدنا بيكون عمال يهرب منه لحد ما بيوصل له على حته موجوده في المتحف، وبيجي له العفريت بعد كده بيقول له يا ولد انا كنت قلت لك ان انت مستحيل تهرب مني. وولدنا بيكون بيحاول ان هو بيطلع السيف، بس للاسف بيتفاجئ ان هو اصلا مش موجود معاه. والبنوته ساكه بتاخد بالها مره واحده ان السيف موجود قدامها وبتحاول ان هي تشيله، بس بتلاحظ ان هو يعتبر تقيل جدا وان هي مش قادره ان هي تشيله لوحدها. فبتنادي مره واحده على النمر علشان يقدر ان هو يشيله وان هم يتحركوا بسرعه على ولدنا يعيبه. وبنرجع للعفريت وهو قاعد بيتنمر على ولدنا وبيقول انه النهارده يعتبر اخر يوم ليك، وبيفضل يهجم بضربات سريعه جدا، بس ولدنا يعيبه بيقدر ان هو يتفاداها لحد ما بنشوف ان هو بيخش جوه اوضه في المتحف، والعفريت برضه بيخش وراه وبيقول له ان انا كنت قلت لك مش هتقدر ان انت تهرب مني. بس في اللحظه دي بنشوف ان البنوته ساكا هي والنمر بيكونوا وصلوا، وعلى طول بيرموا له السيف بتاعه مره تانية. والصدمه لما بنشوف ان ولدنا قبل ما يستخدم مهاره سيف الاعصار بنشوف ان الشيطان مره واحده اصلا بيكون حدف له حجر شيطاني، وده جوه المكان اللي بيتحط فيه الحجر السحري علشان يخلي ان هو ما يقدرش ان هو يلف السيف. بس ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يقول له ان انا اصلا مش مهم معايا حركه سيف الاعصار، وان انا اقدر ان انا اهزمك باي طريقه انا احبها. وفعلا بنشوف ان العركه بينهم بتشتغل مره ثالثه، وحرفيا بنشوف ان هما الاثنين بيكونوا نازلين دبح في بعض، وبناخد بالنا اصلا ان هجمات العفريت ده بتكون اقوى من هجمات ولدنا يايبه. وبنشوف ولدنا بعد كده بيترمي على الارض والعفريت بيكون بيقرب منه علشان يخلص عليه. بس قبل لما العفريت يخلص عليه بنشوف ان النهار مره واحده بيكون بدأ ان هو يطلع، وبينعكس الضوء بتاعه على الحجر السحري اللي البنوته ساكا بتكون لابساه، وبنشوف ان هو بيكون طالع ناحيه الشيطان. وولدنا ساعتها بيعرف ان الخفافيش ما بتحبش النور، فولدنا على طول بنشوف ان هو بيمسك السيف بتاعه بيروح مكسر سقف المكان اللي هم موجودين فيه، كل ده بس علشان يدخل النور للمكان. والعفريت بنشوف ان هو بيكون مش قادر ان هو يقاوم ضوء الشمس، والحجر الشيطاني اللي كان محطوط في السيف بنشوف ان هو بيتكسر. وساعتها بنشوف ان ولدنا بيستخدم مهاره سيف الاعصار وبيهجم على العفريت، وبنشوف ان هو بيقدر ان هو يخلص عليه. فعلى طول بنشوف ان البنوته سايكه بتجري عليه وبتروح حضناه وبتقعد تطمن ان هو كويس وبخير.
بس بنشوف إن ولدنا أصلا بيكون متضايق جدا وبيسيبها وبيمشي، وبعد كده هم قاعدين بياكلوا بيشوفوا على التلفزيون إن الولد الأجراني مارو شعبيته كانت بدأت إن هي تزيد، وبدأ إن هو يفتح محلات عليها الشعر بتاعه، وبيكونوا حاسين خلاص إن هو بدأ إن هو يسيطر على العالم وإن هم لازم يوقفوا بسرعة. وولدنا بنشوفه بعد كده بيكون قاعد بيتدرب وبيقول إن أنا لازم أكون قوي جدا عشان أنا لما أواجه الأجرع أونيمارو فأنا أقدر ساعتها إن أنا أهزمه. وبس كده يا سيدي، يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا. تنسى نجم لك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا تنساش تكتب لي 50.